بعد عقود من هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء في عام 732 ميلادية، والتي أوقفت سلسلة الفتوحات الإسلامية عند حدود فرنسا، لم يتوقف المسلمون عن محاولاتهم في إلحاق الأراضي الفرنسية إلى الحكم الإسلامي وإقامة إمارات مسلمة عليها. ففي عام 887 ركب بعض البحارة العرب البحر من الأندلس قاصدين الإغارة على سواحل إقليم بروفانس، فقذفت بهم الرياح إلى خليج غيرمو والذي يتبع الأراضي الفرنجية. سيطر البحارة العرب على قرية صغيرة تسمى غارد فرينيه، واستقروا في الحصن المطل عليها والمغطى بأشجار كثيفة، والذي كان يعرف آنذاك باسم فراكسنس، قبل أن يسميه المسلمون باسم فرخشنيط، وهو الحصن الرابض على جبل القلال. بعد تلك السيطرة نجحت تلك الفئة الصغيرة من المجاهدين العرب في تأسيس إمارة مسلمة حملت اسم فرخشنيط، وشرعوا في اكتشاف المنطقة تدريجيا. في عام 906 نجح المسلمون في بسط سيطرتهم على كامل إقليم بروفانس تقريبا، مستغلين انقسام الدوقيات والإمارات في الإقليم، وذلك بعد أن سعت هذه الدوقيات الفرنجية إلى استمالة إمارة فرخشنيط المؤسسة حديثا، وذلك لمساعدتهم في حروبهم الداخلية، وهو الأمر الذي استغلته إمارة فرخشنيط لتسيطر على تلك القوى المتصارعة، ولم تستطع أي قوة في المنطقة الوقوف أمامهم. مع وصول المدد العسكري والبشري من الأندلس وبلاد المغرب الإسلامي، بدأت جيوش إمارة فرخشنيط بالتوسع في قلب القارة الأوروبية، فوصلت فتوحاتهم حتى حدود جنوة، وبدأت في النظر تجاه جبال الألب. وفي عام 939 نجحت جيوش فرخشنيط في عبور جبال الألب وغزو شمال إيطاليا وكذلك جنوب سويسرا. أمام هذا التقدم للمسلمين، قرر هيو ملك إيطاليا التدخل وإيقاف المسلمين، وبالاتفاق مع الإمبراطور البيزنطي رومانيوس، وذلك في عام 941 ميلادية، حيث هاجم هيو جيوش فرخشنيط برا وبحرا. لكن الاضطرابات الداخلية التي شهدتها مملكة إيطاليا أجبرت هيو على توقيف هجومه على فرخشنيط، ليعلن بعد ذلك عن هدنة مع إمارة فرخشنيط شريطة أن تحمي الإمارة حدود إيطاليا من المعتدين. لم يتوقف طموح مسلمي إمارة فرخشنيط عند التحكم والسيطرة على جبال الألب، فوضعوا صوب أعينهم السيطرة على نهر الراين، والذي كان يخضع لسيطرة الإمبراطور الروماني آنذاك أوتو، والذي كان يتمتع بعلاقة جيدة مع حاكم الأندلس عبد الرحمن الناصر لدين الله. ترك هيو الطريق مفتوحا أمام جيوش فرخشنيط من أجل السيطرة التامة على ممرات جبال الألب، والتي أقام فيها المسلمون نظاما مثل نظام رسوم المرور، بحيث أجبرت قوافل الحج المسيحية القادمة من المغرب والشمال على دفع ضريبة باهظة للمسلمين من أجل الوصول إلى روما. أثار ذلك غضب البابا في روما، وبدأ العمل على حشد جيوش أوروبا لإزالة خطر المسلمين. ولعل أكبر خطأ ارتكبته إمارة فرخشنيط هو اختطاف رجل دين يدعى مايولوس سنة 972 ميلادية. ذلك الشخص كان قديسا يتبع الكنيسة الكاثوليكية، وطلب المسلمون فدية ضخمة للإفراج عنه. أدى ذلك الأمر إلى توحيد المسيحيين ضد إمارة فرخشنيط وضد التواجد الإسلامي في إقليم بروفانس. وفي سنة 973 حشد ويليام الأول حفيد هوغو جيوش أوروبا وتوجه بها إلى فرخشنيط، ونجح في إلحاق هزيمة كبيرة بالمسلمين في معركة تور، لينتهي الوجود الإسلامي في حصن فرخشنيط وفي كامل جبال الألب بعدها.